موجي طالب خسران واقع في حب مدرسته أكاني، بس بعد ما اكتشف إنه ناقصه خبرة عشان يلفت انتباهها قرر إنه يبتدي يمشيها مع زميلته في الفصل هنابي لحد ما يجمع خبرة. وفي الناحية التانية هنابي عايشة نفس المأساة تقريبا، بتحب نارومي صاحب طفولتها اللي بقى مدرس فصلها، لكنه بيتعامل معاها كأخته الصغيرة. في يوم هادي هنابي كانت قاعدة مع نارومي وبتحاول تستمتع باللحظة لحد ما دخل تكاني بجو النجمة الرئيسية، فنارومي اتغيرت نبرته فورا وبان إعجابه بيه. هنابي اتكسرت وجريت من المكان، فقابلت موجي والاتنين فهموا من نظرة واحدة إنهم راكبين نفس مركب الحب من طرف واحد. من غير مقدمات كتير قرروا يواسوا بعض بطريقة عاطفية ملخبطة، قربوا من بعض لكن كل واحد كان بيتخيل الشخص اللي بيحبه فعلا. هنابي شايفة نارومي وموجي شايف أكان. من البداية كان واضح إن اللي بينهم مش حب لكنه مجرد مسكن مؤقت لوجعهم. هنابي افتكرت ازاي نارومي كان دايما قريب من عيلتها وبيتعشى عندهم، ومامتها كل مرة تفضحها وتقوله انها بتحضر الاكل مخصوص عشان. هنابي كانت بتكسف لكن جواها كانت متعلقة بالامل انه يشوفها بشكل مختلف. العلاقة بينهم بدأت من الطفولة لما كان كل واحد فيهم حاسس بنقص عائلي. هنابي أبوها غايب ونارومي كان مفتقد دفء الأم، فوعدوا بعض إنهم يملوا الفراغ اللي جواهم. لكن دلوقتي هنابي شايفة إن الوعد ده انهار لأن نارومي بقى شايف أكاني وبس. بعدها هنابي لاحظت إن موجي بيبص لأكاني بنفس النظرة اللي هي بتبص بيها لنارومي، ولما شافوا نارومي وأكاني ماشيين سوا اتأكد إن عندهم نفس الجرح، ومن هنا بدأت علاقتهم الغريبة. بعد أسابيع هنابي راحت بيت موجي في يوم مطر وقعدوا يفضفضوا عن أحوالهم العاطفية اللي محتاجة لجنة إنقاذ. الجو اتوتر وقربوا من بعض، لكن حتى وقتها طلب منها تتخيلوا نارومي. هنابي حاولت لكنها اعترضت إن المقارنة ظالمة جدا لموجي، فطلب منها تقفل عينيها وتسيب الخيال يشتغل اوفر تايم. ابتدوا يتبادلوا لحظات قرب وهنابي غرقت في خيالها لدرجة إنها كانت شايفة نارومي مكانه. لكن فجأة رسالة من نارومي وصلتها بيشكرها على الأكل، فرجعتها للواقع في ثانية كأن حد فصل عنها الإنترنت وهي في نص فيلم رومانسي. بعد اللي حصل قرر هنابي وموجي يرتبطوا رسميا قدام الناس، لكن بينهم اتفاق واضح كل واحد فيهم هيكون بديلا عن الشخص اللي بيحبه التاني ومن غير ما يقعوا في حب بعض. وسموا الاتفاق الغريب ده أمنية الحثاء. بعد كام يوم هنابي طلبت من موجي يمشي معاها، وصاحبه شجعه بطريقة رخمة إنه يستغل الفرصة ويطلع مهاراته العاطفية اللي غالبا واخدها من فيديوهات قصيرة مش موثوقة. وقبل ما يمشوا ظهرت ساي صاحبة هنابي المقربة وعرضت تمشي معاها، لكن هنابي أعلنت إن موجي حبيبها، فساي وافقت بهدوء رغم إن نظرتها قالت إن الخبر نزل عليها زي تحديث إجباري للموبايل. وهم ماشيين هنابي شربت من إزازة موجي، ولما قربوا من بعض ظهرت فجأة نوريكو صاحبة موجي من الطفولة وأنقذت الموقف أو بوظته حسب وجهة النظر. نورو شايفة نفسها الأميرة الرسمية في حياة موجي، وكانت من زمان مخططة لمستقبل كامل معاه بداية من الارتباط لحد أسماء العيال قبل ما هو نفسه يعرف إن في مشروع قائم. موجي عرفها بهنابي وقال إنها حبيبته، فنورو بصطلها كأن حد سرق منها الدور الرئيسي. هنابي افتكرتها من زمان وقالت لها إن صوتها لسه شبه جرس إنذار معلق. أعلنت إن موجي بتاعها هي. تاني يوم موجي لمها على تصرفها، لكنها قالت له إنه مش موضوع غيرة، ده مجرد تملك بريء كده زي طفل مش عايز حد يلمس لعبته. الكلام عجبه فقرب منها واتصالحوا بطريقتهم المعتادة. نورو من ناحيتها حاولت تنسى موجي لكنها فشلت من أول محطة. أول ما شافته في الكافيتيريا واشترى لها حاجة تاكلها حضنته واعترفت إنها بتحبه. وقت الغدا قعدت مع هنابي وموجي وبدأت حرب باردة على قطعة فراخ مقلية. هنابي حاولت تاكل موجي فنورو خطفت القطعة وكأنها بتدافع عن حدود الدولة. الاتنين بدأوا يتخانقوا ونورو اتهمت هنابي إنها بتستغل موجي، وساي سمعت جزء من الكلام فبدأت تشك إن علاقة هنابي وموجي مش طبيعية زي ما بيحاولوا يبينوا. بعدها شوية بنات دعوا هنابي تقعد معاهم ويتكلموا عن الحب. موجي شجعها تروح لأنها تقريبا ما عندهاش صحبات غير ساي، وده رقم اجتماعي محتاج مراجعة. واحدة من البنات حكت إنها محتارة بين ولد بتحبه لكنه مش بيبادلها المشاعر، وولد بيحبها لكنها مش حاسة ناحيته بحاجة. صاحبتها قالت لها تختار اللي بيحبها، لكن هنابي نصحتها تمشي ورا الشخص اللي قلبها متعلق بيه حتى لو الموضوع مؤلم. البنت قالت إنها أصلا مش حاسة بالألم ده وإنها بتحسب مين فيهم هيخلي حياتها أسعد. وقتها هنابي أدركت إن البنات دول بيتعاملوا مع الحب كأنه مقارنة بين بقتين إنترنت، بينما هي شايفاه كارثة عاطفية كاملة من غير زر إلغاء. تاني يوم هنابي قضت وقت مع ساي وسألتها لو قلبها متعلق بحد. ساي حاولت تهرب
لكن وشها كان عامل تسريب رسمي للمعلومة. ولما هنابي ضغط عليها، ساي قالت إن الموضوع مش صفات أو مميزات، لكنه إحساس أعمق مش عارفة تفسره. هنابي اتأثرت وحضنتها، فمخ ساي عمل إعادة تشغيل كاملة. وبعدها هنابي اقترحت تعمل عندها سليب أوفر عشان يقضوا الليلة يتكلموا عن معجبينهم. ساي وافقت، لكن رجعت البيت تتصرف كأنها دخلت امتحان مش سهرة بنات. ومع قرب الليلة بنرجع لأول مرة ساي فهمت فيها مشاعرها. في يوم شتوي كانت في القطر وراجل بيضايقها، لحد ما هنابي ظهرت وفهمت الموقف من غير كلام. صورت الراجل وأجبرته يبعد، وبعد ما نزله مسكت ايد ساي وشجعتها متكتمش اللي جواها. اللحظة البسيطة دي كانت كفاية عشان ساي تدرك ان هنبي ما بقتش مجرد صاحبة بالنسبة لها. في الحاضر الاتنين ناموا جنب بعض على سرير هنبي الضيق. هنبي فضلت تزن عشان تعرف اسم الشخص اللي ساي بتحبه، لحد ما ساي قررت تجاوبها عملي بدل الكلام، وقربت منها وبستها فجأة. بعد الصدمة الأولى ساي اعترفت إنها عارفة إن علاقة هنابي بموجي تمثيلية، وإن قلبها متعلق بشخص تاني. هنابي اعترفت إنها فعلا بتستخدم موجي كمسكن عاطفي، فساي عرضت عليها اختيار أوضح، حد بيحبها بجد من غير بدائل ولا خيال. الجو سخن للحظات، لكن الليلة انتهت وهنابي صحيت لوحدها، متلخبطة من اللي حصل ومن فكرة إن أكتر من شخص متعلق بيها، بينما هي نفسها مش عارفة قلبها عايز مين. وهي خارجة تعمل مشوار لمامتها قابلت نورو اللي طلبتها للمرة الألف تبعد عن موجي. هنابي طنشتها، لكنها بدأت تفكر إنها مش مختلفة قوي عن كل الناس اللي بتسخر من ضعفهم. هي كمان خايفة من الوحدة وبتتعلق بأي حد يسكت الفراغ. وفي الناحية التانية موجي افتكر ماي، البنت الجميلة اللي كانت أول تجربة عاطفية حقيقية في حياته. كل أصحابه كانوا مبهورين بيها، لكنه الوحيد اللي لفت نظرها، واتقربوا من بعض بسرعة رغم إن قلبه وقتها كان متعلق بأكاني. موجي فاق من ذكرياته على دخول هنابي أوضته من غير استئذان، وهو في موقف محرج جدا محتاج بطانية. حاول يغطي نفسه، لكن هنابي لاحظت توتره وتعاملت مع الموضوع ببرود مستفز. قربهم من بعض بدأ يزيد، وموجي افتكر ماي واللي حصل بينهم زمان، لكن أول ما حس إن الأمور ممكن تخرج عن السيطرة حاول يوقف. هنابي اللي كانت متلخبطة هي كمان قالت له ميفكرش كتير. المشهد دخل منطقة ممنوع فيها التصوير، وبعدها لقينا هنابي لابسة هدوم موجي وقاعدة جنبه. قالت له إن وجودهم مع بعض بقى مريح بطريقة غريبة، لكنها فجأة انهارت وعيطت واعترفت إنها عايزة تحاول تحبه بجد. موجي مردش، لكنه ابتسم كأنه لأول مرة شايف احتمال إن تمثيلهم يتحول لحاجة حقيقية. بعدها خرجوا ياكلوا في مطعم صغير، والجو كان هادي لحد ما كاني دخلت متعلقة في دراع راجل تاني. موجي اتجمد، وهنابي حاولت تقنع نفسها إنه أخوها، لكن طريقة قربهم قالت إن شجرة العيلة ملهاش علاقة بالموضوع. أكاني قربت منهم وقالت بابتسامة باردة ما تقولوش لحد، ومشيت سايبة موجي عامل زي جهاز علق على شاشة تحميل. تاني يوم هنابي قالت له إن كاني بتلعب بيه، لكنه فضل يدافع عنها ويقول إن الراجل مجرد طالب تعرفه. هنابي كانت شايفة الحقيقة بوضوح، مهما قربت هي من موجي قلبه لسه مربوط بأكاني، حتى وهي بتجره وراها زي شنطة صفر بعجلة مكسورة. هنابي قررت تواجه أكاني وسألتها مباشرة عن الراجل. أكاني قالت إنه مجرد صديق، ولما جرس المدرسة ضرب طلبت منها يكملوا الكلام في أوضة المزيكا. وهي ماشية هنابي لاحظت عليها ريحة برفان مختلطة بدليل جنائي مش محتاج خبر. أكاني كانت مستمتعة بالمشهد كله. هي مش بس عايزة تكسب نارومي، هي عايزة تشوف النظرة المكسورة على وش هنابي، لأن انتصارها الحقيقي بيبدأ لما تعرف إنها خدت حاجة حد تاني كان متعلق بيها. الهوس ده بدأ من طفولتها، لما ولد كانت صاحبتها بتحبه قرب منها، بدل ما تبعد أكاني غزلته قدام صاحبتها والبنت جريت وهي بتعيط. ولما صاحبتها قالت إن كاني أنسب له، حاجة اتغيرت جواها. من يومها بقت تستمتع بفكرة إنها تاخد الشخص المرغوب، مش لأنها بتحبه، لكن لأنها كده بتثبت لنفسها إنها الاختيار الأول. وفي ليلة المطعم كانت أكاني مع تاكوي. أول ما عرفت إنه انفصل عن حبيبته فقدت اهتمامها بيه تقريبا، لأن جزء كبير من متعتها كان إنه أصلا ملك حد تاني. من غير منافسة اللعبة بالنسبة لها بتتحول من موسم نهائي لمباراة ودية محدش بيتفرج عليها. وفي المدرسة كانت أكاني متعمدة تقرب من نارومي قدام هنابي وتراقب رد فعلها، لكن هدوء هنابي كان بيعصبها أكتر لأنها كانت محتاجة تشوف الانهيار بعينيها عشان تحس إنها كسبت. وفي أوضة المزيكا نارومي كان مستني أكاني. من أول يوم شافها شعرها الطويل فاكره بوالدته الراحلة، ومن اللحظة دي اتشد ليها. ولما تعاملت معاه ببراءة مصطنعة في أوضة المدرسين، الراجل دخل الشبكة من غير حتى ما يقرأ الشروط والأحكام. أكاني دخلت ونارومي جمع شجاعته واعترف لها بحبه.
وخلف الباب هنابي كانت سامعة كل كلمة، بينما أكاني العارفة بوجودها ابتسمت بانتصار. هنابي هربت بتلوم نفسها لأنها فضلت ساكتة لحد ما فات الأوان. فكرت تروح لموجي عشان تهرب من وجعها، لكنها وقفت في نص الطريق لأنها أدركت إنها هتستخدمه مرة تانية وهي مش عايزة تهدي قلبها على حساب قلبه. وقتها ظهرت ساي واعترفت ببساطة إنها كانت بتتبعها. هنابي حضنتها واعتذرت لأنها ما فهمتش مشاعرها بدري. الاتنين عيطوا وساي بستها برفق، والمرة دي هنابي ما بعدتش، راحوا بيت ساي وهناك ساي قربت منها وهي بتحاول تجمع شجاعتها بعد سنين من الكتمان. هنابي اعترفت انها خايفة ومتلخبطة لان ساي صاحبتها واي خطوة بينهم ممكن تغير كل حاجة. ساي قالت لهنابي انها عارفة ان قلبها عمره ما هيكون ليها بالكامل، ومع ذلك قربوا من بعض تاني. لكن اول ما شافت دموع هنابي وقفت واقترحت ينهوا الليلة عند الحد ده. هنابي رفضت وقلت لها انها مهمة بالنسبة لها حتى لو مشاعرها لسه ملخبطة. ساي كانت فاهمة إن هنابي بتتمسك بيها خوفاً من الوحدة مش حباً حقيقياً، لكنها قبلت اللحظة زي ما هي. وهنابي وسط قربهم فضلت تتخيل عالم تاني بتعترف فيه لنارومي، لكنه حتى في خيالها كان لسه شايفها البنت الصغيرة اللي رباها الزمن قدامه. بعدها ساي حضنتها وقالت لها إن أي لمسة منها بتبقى مختلفة لأنها بتحبها. الكلام دخل هنابي في مواجهة مع نفسها. تخيلت نسختها الصغيرة بتتهمها إنها بتستخدم حب ساي عشان تسد الفراغ، بالظبط زي أكاني لما بتستغل تعلق الناس بيها. الحقيقة وجعتها، لكنها بدل ما تهرب منها قررت تعترف إن جواها جانب أناني ومظلم. ومن اللحظة دي بدأت تفكر إنها لو عايزة تواجه أكاني يمكن لازم تتعلم تلعب بنفس قوانينها القذرة. وإحساس هنابي بالهجر بدأ من طفولتها لما أبوها خرج يجيب لبن وقرر يفتح فرع عيلة جديد في مكان تاني. في الحاضر صحيت جنب ساي وبتسأل نفسها إزاي الشخص اللي أنقذ قلبها زمان هو نفسه اللي بيكسره دلوقتي. وللثانية خيالها خلى وش ساي يتحول لأكاني، كأن عقلها بيحذرها إنها بدأت تبقى شبهها. وفي مكان تاني موجي كان عارف حقيقة أكاني من زمان، لكنه مصر يعيش في وضع أنا شايف المصيبة بس هعمل نفسي الإشارة خضراء. سنين قبل كده ماي أخدته لفندق وورته أكاني داخلة مع راجل أكبر منه. موجي اتصدم وقضى الليلة بيعيط، لكن تاني يوم أكاني ظهرت تذاكر له عادي جدا بنفس الهدوم، كأنها راجعة من حصة تقوية مطولة شوية. قعدت تاكله كيك ومسحت كريمة من على شفايفه بطريقة تخلت دماغه تختلف مع كرامته. ولما حكى لماي عضت ودنه من الغيظ، وهو وقتها مفهمش إنها كانت بتغير عليه. دلوقتي موجي يفتكر هنابي وتخيل إنها كانت هتصفعه بالكلام وتقول له يبطل يفكر بأي عضو غير دماغه. الفكرة ضحكته، لكنها خلته يحس قد إيه هو غرقان. اتصل بماي ولما اتقابلوا سألته فوراً إذا كانوا رايحين يكرروا ذكرياتهم القديم. موجي وافق رغم إن قلبه كان في حتة تانية. وبعد لقاء بارد ومألوف ماي قالت له إنه أخد اللي كان عايزه ومشيت وسابته لوحده يحس إن حتى الهروب مبقاش بيريحه. تاني يوم قابل هنابي على سطح المدرسة. اتكلموا عن الصيف كأن كل حاجة طبيعية، رغم إن علاقتهم مرة تقرب ومرة تبعد من غير سابق إنذار. هنابي بعد اللي حصل مع ساي ما بقتش محتاجة موجي زي الأول، لكن لسه في رابط غريب بيشدها ناحيته. قربت منه وبسته وهو اتجاوب، وبعد لحظة اعترفوا إن كل واحد فيهم كان مع شخص تاني. الغريب إن محدش غار. الاتنين استقبلوا الخبر بهدوء، ناس عارفين إن علاقتهم أصلا مبنية على بدلاء وقرارات عاطفية مضروبة. وفي الناحية التانية أكاني قابلت نارومي بعد اعترافه. بدل ما ترد عليه خرجت تشرب معاه وهي مستغربة إزاي هنابي متعلقة براجل عادي ومتوتر بالشكل ده. بعد ما خرجوا اتكعبلت فنارومي مسكها برقة وبالخطأ ناداها باسم هنبي. فأكاني تصدمت للحظة، لكن بدل ما تتضايق اهتمامها بيه زاد، لأن وجود هنبي في المعادلة خلى اللعبة ممتعة تاني. قربت منه والسهرة انتهت بعيدا عن الكاميرا، وخلالها سألت عن هنابي. فنارومي قال إنها زي أخته الصغيرة. الجملة جرحت كبرياء أكاني، فدعت إنها بتغير من قربهم، وهو صدق الدور كعادته. بعدها موجي عزم هنابي على بيته. على الباب قربوا من بعض، ولأول مرة شافها كبنت هشة وجميلة، مش مجرد شريكة في صفقة عاطفية. لكن لما لاحظ علامة خفيفة تركتها ساي غيرته، اشتغلت وحاول يمحي وجودها بطريقته. الجو اتوتر، ولما حاولوا يقربوا أكتر هنابي اتراجعت وعيطت. موجي وقف فورا وهداها، وبعدها ناموا جنب بعض في صمت. ولما سألت ليه مش قادرة تكمل قالها الحقيقة من غير تجميل لأنها مش بتحبه. هنابي أنكرت، لكنها كانت عارفة إنه صح. وهي ماشية سألها إذا كانت قربت من حد تاني،
فالسؤال ضربها في نقطة حساسة وخرجت من غير رد. رجعت وضتها واتكورت لوحدها، مش عايزة حب بقدر ما كانت عايزة وجود شخص جنبها يسكت الفراغ. تاني يوم أكاني قابلتها في الطرقة وقربت منها بابتسامتها السامة وهمست إن سهرتها مع نارومي كانت ناجحة جدا، وسابت له شوية تذكارات رومانسية. في لحظة عالم هنابي اتقلب. هنابي بدأت تقارن نفسها بأكاني، هي بالكاد قادرة تفتح قلبها، بينما أكاني بتاخد أي شخص هنابي تهتم بيه بمنتهى السهولة. جزء منها كان عايز يفهم ليه أكاني بتستمتع بأذية الناس، لكن الجزء الأغمق كان عايز ينتقم. قررت إنها لو مش قادرة تهزم أكاني وهي لطيفة هتدخل لعبتها وتاخد منها حاجة تهمها. وأول خطوة كانت إنها توافق على عرض موجي ويخلوا علاقتهم أقرب للحقيقة. موجي فرح وبسها كأنه صدق إن الفوضى اللي بينهم اتحولت فجأة لحب. بعدها هنابي راحت لساي وقالت لها إنها اختارت موجي ومش هينفع تفضل تستخدمها كملجأ. ساي قربت منها للمرة الأخيرة وقالت إن حتى القليل منها كان كفاية، لكن هنابي أصرت إنهم يوقفوا مقابلاتهم بعد المدرسة. ساي وافقت بابتسامة هادية وهنابي جريت قبل ما تنهار، بس ساي ما كانتش ناوية تخرج من حياتها بالسهولة دي. تاني يوم لحقتها في المكتبة وقعدت معاها كأن مفيش حاجة حصلت، وتحت الترابيزة بدأت تستفزها بحركات سرية خلت هنابي تتخشب ومتعرفش تركز، بينما أمين المكتبة فاكرة إن المشكلة مجرد دوشة طلب. هنابي اعتبرت الموقف عقابا مستحقا لأنها لعبت بمشاعر ساي، ومع نهاية اليوم الضغط والتعب خلوها تنهار وتصحى في العيادة وساي جنبها. ساي سألتها مباشرة إذا كانت مرتبطة بموجي عشان تلفت انتباه شخص تاني. هنابي أنكرت، لكن وشها اعترف مكانها. ساي لمست خدها وقالت لها إنها قادرة تلفت نظر أي شخص، لكن لازم تقفل قلبها لو عايزة تتحكم في اللعبة. الجملة فكرتها بأكاني، وفجأة هنابي فهمت إن أكاني يمكن مش واثقة ولا أقوى من الجميع، يمكن هي كمان مرعوبة من الرفض، لكنها بدل ما تتأذى بتأذي الناس الأول. وتاني يوم وهي بتشتري طلبات لمامتها قابلت تاكويا بالصدفة، الشاب اللي شافته مع أكاني في المطعم، وبمجرد معرفته بدأت تتشكل في دماغها أول خطوة حقيقية في خطة الانتقام. شغلت دور البنت البريئة وانتهى بيهم الحال في كاريوكي. تاكويا قرب منها زيادة وهي من جواها كانت عايزة تبعده، لكنها فضلت مبتسمة عشان الخطة تكمل. بين الأغاني سألته عن أكاني فضحك وقال إنه مجرد اسم وسط لستة طويلة. وقتها هنابي فهمت إنه هو كمان مش ضحية بريئة، ده جمع علاقات وعايز يضيفها للمجموعة. لما قالت له إنها قليل الخبرة اتحمس وقرب منها، وبعدها اقترح يكملوا السهرة في مكان أهدى. هنابي رفض فوشه قلب فور، لكنها قلدت أسلوب أكاني ورجعته بابتسامة غامضة وقالت له إنها بس عايزة تمشي براحتها. الخطة نجحت، والأول مرة هنابي حست إنها المسيطرة، مش لأنها معجبة بيه لكن لأنها قدرت تحركه بكلمتين. ومع ذلك أول ما وقفت قدام بيت نارومي القناع وقع، هي مش عايزة قوة ولا انتقام، كل اللي عايزاه إن حد يحبها فعلا. بالليل حلمت بطفولتها وبنارومي وهو بيطمنها إن حبه ليها عمره ما هيختفي، بس لأنه من البداية حب أخ كبير مش حب الحكايات اللي في دماغ. صحت وقلبها وجعها. تاني يوم ساي قابلت موجي وحذرته إن هنابي بدأت تلفت نظر ولاد تانية. موجي افتكر العلامة اللي شافها عليها والغيرة بدأت تنهش فيه، ولما قابل هنابي بسها وحس إن قربها حقيقي، لكنها رفضت تروح بيته فبدأ يشك إن المسافة بينهم بتكبر. بالليل نورو ظهرت عنده وقالت له الحقيقة اللي بيهرب منها هنابي مبتحبهوش، وبعدها طلبت منه يخرج معاها. موجي اللي تعب من دور البديل وافق ونورو طارت من الفرحة. في نفس الوقت هنابي كانت لوحدها مطنشة رسائل تاكويا وبتفكر ازاي الصيف هيعدي وهي حاسة بالفراغ. نورو من ناحيتها عاشت طول عمرها بشخصية الأميرة المثالية، حتى ميعادها القديم الوحيد كانت بتتخيل موجي مكان الولد. وفي البيت كل حاجة في حياتها مرتبة زي إعلان، ما عدا علاقتها بأبوها اللي بتقفل الباب في وشه كل مرة يحاول يقرب. لكن دلوقتي كل تركيزها كان على ميعاد موجي. وفي الجهة التانية تاكويا رجع يضغط على هنابي ويقترح يكملوا يومهم بطريقته الرخيص. لما قال تعليق مقرف ضربته بالقلم ومشيت. فضل وراها يعتذر بإيحاءات أسوأ من الغلط نفسه لحد ما جاله اتصال. بعدها قالها بمنتهى البرود إن عنده بنت تانية مستنياه ومشي كأنها مجرد اختيار احتياط. نورو وموجي راحوا السينما يتفرجوا على فيلم رومانسي تعبان، لكن بالنسبة لها كان أحلى يوم في حياتها. في نص الفيلم مسكت إيده وفضلت تتمنى إن قصتها هي كمان يبقى ليها نهاية سعيدة. وبعد الفيلم لما موجي قال إنه استمتع ارتاحت كأنها نجحت في اختبار مصيري. أما هنبي فقعدت لوحدها بعد ما تاكويا سابها. زعلها مش لأنه اختار غيرها لكن لأنه أكد خوفها. الناس بتنجذب ليها لكن محدش بيحبها بالطريقة اللي نفسها فيها.
شافت 2 ماشيين سوا فانهارت واتصلت بموجي، لكنه مردش لأنه كان بيتعشى مع نورو. في آخر الميعاد نورو حاولت تمشي من غير ما تبص في عين موجي لأنها كانت خايفة اللحظة الحلوة تنتهي، لكنه وقفها فاعترفت وهي بتعيط إنها بتحبه. موجي بسها وللحظة كل الخيال اللي بنته من سنين بقى بعدها قربهم زاد، لكن موجي لاحظ إن تصرفاتها كلها محفوظة ومصطنعة. نورو من طفولتها كانت بتستخدم الدموع واللطافة عشان تكسبه لحد ما مبقتش عارفة شخصيتها الحقيقية من الدور اللي بتمثله، ولما حس إنها مش مرتاحة وقف. نورو حاولت تقنع نفسها إن ده اللي كانت بتحلم بيه، لكنها لما بصت لجواها ملقتش غير فراغ، فقامت ومشيت مش بس من بيته لكن من شخصية الأميرة المزيفة كلها. وفي الوقت نفسه هنابي كانت ماشية تحت السماء ورمت عصاية آيس كريم ناحية سلة الزبالة وقالت لنفسها لو دخلت هتواجه الحقيقة. العصاية دخلت وكأن الكون قالها خلاص مفيش هروب. تاني يوم قابلت موجي وقالت له إن قبل نهاية الصيف لازم كل واحد فيهم يعترف للشخص اللي بيحبه فعلا. موجي وافق وهم عارفين إن النتيجة غالبا وجع قلب، لكن المرة دي هيواجهوه بإرادتهم بدل ما يفضلوا مستخبيين ورا بعض. وفي ناحية تانية ظهر أتسويا قريب ساي صاحب الشعر الطويل اللي رفض عرض موديل أول ما عرف إنهم عايزين يقصوا شعره. ساي قابلته وافتكر أول مرة شافها بعد سنين في جنازة عائلية لما حاول يغازلها بطريقة كارثية وانتهى بياخد قلم محترم. دلوقتي قعدوا في كافيه واتسويا قالها إنه عارف إن قلبها متعلق بحد تاني لكنه لسه عايز فرصة حقيقية معاها. ساي قالت لاتسويا إن الشخص اللي بتحبه بنت، يعني فرصته شبه معدومة، لكنه لما سألها ليه لسه بتعامله كويس قالت له لأنه شخص محترم، فمسك في الكلمة دي كأنها بصيص أمل رسمي. في نفس الوقت هنابي كانت عند موجي بيعملوا الواجب أو بيحاولوا على الأقل لأن التركيز كان فيه إجازة. موجي قالها إنه بعد ما يخلص ناوي يعترف لأكاني، فهنابي قررت تعمل نفس الشيء مع نارومي. بعد ساعات الكتب فضلت زي ما هي وهم قربوا من بعض. موجي كان متوتر من الاعتراف، فهنابي اقترحت عليه يتخيلها أكاني زي زمان، لكنه وقف واعترف إنه بقاله فترة مش بيشوف أكاني مكانها. الجملة وجعتها لأنها اكتشفت إنها هي كمان بطلت تشوف نارومي مكان موجي. اتفقوا إن كل واحد يعترف بحبه الحقيقي تاني يوم. موجي وصلها البيت وهنابي مسكت ايده للحظة وبصتله وهو ماشي، حاسة ان الصيف بيخلص اسرع مما كانت متوقع. بالليل رسالة من نارومي رجعتها لذكرياتهم القديمة لما فرح انها دخلت نفس المدرسة اللي بيدرس فيها وعيط لانه حس انها كبرت. هنابي طلبت تقابله وهو وافق، وفي الناحية التانية موجي حدد ميعاد مع أكاني. قبل الاعترافات موجي وهنابي اتقابلوا واتفقوا يتقابلوا بالليل. فجأة حضنها والحضن هداها بطريقة خلتها تتلخبط أكتر في حقيقة مشاعرها. موجي قابل أكاني وهو مستعد للرفض، لكنها سحبته لكافيه وسيطرت على الحوار كعادتها. في الآخر اعترف لها فقالت له إنها معجبة بيه هي كمان. هو اتهمها بالتمثيل لكنها فضلت تضغط على نقطة ضعفه لحد ما صدق الكلام اللي نفسه يسمعه. السهرة أخدت منعطفا خاصا بعيدا عن الكاميرات، وموجي واجهة إنها أنانية وبتلعب بمشاعر الناس، لكنه في نفس اللحظة كان بيقنع نفسه إن حبه ممكن يصلحها، مع إن جزء منه عارف إن هنابي هي الشخص اللي قلبه بيرتاح له فعلا. وفي الوقت نفسه هنابي اعترفت لنارومي بكل اللي جواها. قالها بقالها قد إيه بتحبه، فردت إن مشاعرها ناحيته أكبر من أي شيء عرفته. نارومي حضنها وهي بتعيط، لكنها فهمت من حضنه إنه وداع مش بداية. اتكسرت لكن لأول مرة حست براحة لأنها أخيرا قالت الحقيقة وأنهت حبا عاش سنين من طرف. اتصلت بموجي متوقعة تلاقيه جنبها لكنه مردش لأنه كان غرقان في عالم كان. الصبح هنابي صحيت حاسة إنها اتثابت وبدأت تشك إن اعتراف موجي نجح على عكسها. وقتها ساي عزمتها على فيلا العيلة فوافقت فورا عشان تهرب شوية من كل حاجة. في المحطة ساي استقبلتها بفرحة ومسكت إيدها وقالت لها إن محدش يعرفهم هنا. هنابي كانت مكسورة لكنها اعتبرت الرحلة فرصة تنسى. ولما وصلوا الفيلا ساي همست إنهم لوحدهم، لكن أول ما فتحوا الباب لقوا أتسويا واقف. فالرومانسية خدت كارت أحمر من أول دقيقة. على العشاء الجو كان متوتر وهنابي في الحمام. أتسويا حاول يقرب من ساي فصدته بالسفنجة. ساي واجهته وسألته جه ليه، فقال إنه عرف بالرحلة. اتهمته إنه بوظ فرصتها مع هنابي، لكنه قال الحقيقة اللي هي مش عايزة تسمعها، إنها جابت هنابي عشان تصنع معاها آخر ذكرى حلوة لأنها عارفة إن حبها مش متبادل. بالليل ساي وهنابي أخيرا قعدوا لوحدهم. ساي قربت منها وطمنتها إنها دايما هتختارها وإن قربها مش هدفه يوجعها أو يضغط عليها. تاني يوم هنابي لقت في كشكول ساي ورقة بونبوني قديمة، نفس النوع اللي اديتها لها أول مرة تقابله.
فهمت وقتها إن ساي كانت محتفظة بأصغر ذكرى بينهم. بعدها أتسويا أخد هانبي تتمشى وقالها بوضوح: ساي مش لعب. هانبي كانت عارفة، لكن الجملة خلتها تبص لتصرفاتها بجد. قضت باقي اليوم مع ساي، خرجوا واتمشوا وساي بستها فجأة وهنابي ردت ببوسة على خدها. اللحظة ما كانتش حبا كاملة، لكنها كانت صادقة. بالليل وهم بيلعبوا هنابي جابت سيرة نارومي فساي حضنتها، ولما هنابي كانت هتتكلم ساي سبقتها وقالت إنها بعد الرحلة هتبعد عنها عشان تعرف تتخلص من مشاعرها. ساي خرجت في المطر وهنابي جريت وراها وهي بتعيط وطلبت منها ما تختفيش من حياتها حتى لو فضلوا أصحاب. ساي انفجرت وقالت إن الصداقة نفسها بتوجعها لأنها بتحبها، لكن هنابي اتمسكت بيها ووعدتها إنها هتستنى لحد ما تكون مستعدة. في الآخر ساي حضنتها واعترفت بحبها مرة أخيرة واتفقوا يحاولوا يبدأوا بشكل أنضج. وبعدها لما أتسويا قالها بهزار إنه لسه موجود لو الموضوع فشل، ساي لأول مرة قالت له إنها هتفكر. هنابي رجعت البيت أخف من الأول، ومع نهاية الصيف بدأت صفحة جديدة. قابلت نورو واتخانقوا شوية كعادتهم، لكن بقى بينهم تفاهم لأن الاتنين ذاقوا الرفض. أما موجي فكان لسه غرقان مع أكاني في حصص تقوية ما فيهاش كتاب مدرسي واحد. بالنسبة له العلاقة حلم اتحقق، لكن بالنسبة لها كان مجرد شخص جديد في طابور طويل. تاني يوم هنابي بدأت تساعد زمايلها وتحاول تعمل صحاب أكتر زي ما موجي شجعها زمان. شافته معدي وكادت تنادي عليه، لكنها سكتت لأن المسافة بينهم بقت جزء من شفائهم. قبلها بفترة نارومي زارها وقال لها إنه هيتجوز أكاني. لاحظت إنه شال النضارة عشان أكاني بتحب العدسات، فقالت له بهدوء إنها كانت بتحبه أكتر بالنضارة، كأنها بتودع النسخة القديمة منه. دعاها للفرح ووعدته إنها هتحضر. في المهرجان دخلت هنابي بالصدفة عرض أزياء وشافت نورو واقفة على المسرح بفستان صممته بنفسها، وثقة ومختلفة تماما عن البنت اللي كانت متعلقة بموجي. وقتها فهمت إن نورو قدرت تمشي لقدام. بعدها وهي بتريح في أوضة التخزين لقت موجي نايم هناك بالصدفة. قعدوا في صمت كأنهم غربة رغم كل اللي كان بينهم. ومع مرور الوقت الفصل جهز احتفال صغير لنارومي وأكاني. ساي ظهرت من جديد وأنقذت هنابي من ولد كان بيحاول يعترف لها. وبعد ما بقوا لوحدهم قالت لها إنها كانت سايباها براحتها عشان متضغطش عليها. هنابي اتأثرت ولمست شعر ساي القصير وقالت لها إنه جميل زي أول مرة شجعتها فيها تكون على طبيعتها. اللحظة دي أكدت إن ساي كمان بدأت صفحة جديدة. في الاحتفال أكاني أدت هنابي وردة وهزرت إنها رمية البوكيه وقالت لها متضيعش فرصتها الجاية في الحب. هنابي اتضايقت لكنها خدت الوردة. وفي نهاية اليوم شافت موجي واقف عند بوابة المدرسة. المرة دي عادت من جنبه من غير ما توقف، وفاء للاتفاق اللي عملوه آخر مرة اتقابلوا فيها. وقتها كانوا قاعدوا سوا في أوضة التخزين من غير بوس ولا حضن ولا محاولة يهربوا من الوحدة. اتكلموا بهدوء واعترفوا إنهم قدروا يتحركوا لقدام. لأول مرة علاقتهم ما كانتش مبنية على يأس أو بدائل، لكن على سلام وفهم متبادل. سابوا الماضي وراهم وكل واحد مشي في طريقه على أمل إنه في يوم يلاقي حب حقيقي مش مجرد بديل مؤقت. وبكده انتهت أمنية الحثالة، قصة اتنين استخدموا بعض عشان يهربوا من وجعهم وفي الآخر اضطروا يسيبوا بعض عشان يقدروا يعيشوا بجد. سيبوا تعليق لو قلبكم استحمل للنهاية، واعملوا اشتراك عشان الفيديو الجاي هيقلب الدنيا.